الحمد لله رب العالمين. وبعد ما حكمونا آل الرضمي ومن معهم من قبائل المحويت، وعلى رأسهم الشيخ حنين محمد قطينة، وبعد قبول وتوقيع آل الرضمي عنهم الشيخ حميد علي حزام الرضمي، والمحدث فينا الجاني أحمد علي حزام الرضمي، وإقراره واعترافه بقتل ابننا فرج عبده جابر الميو، وحسب ورقة التحكيم التي ضمن في تنفيذها الأخ السيد محمد علي الحوثي والشيخ شمسان بن محسن أبو نشطان، فالذي رأيناه ونحكم به إلى وجيه الضمناء المذكورين حكمنا بالعفو وإسقاط القصاص بشرط أن يتم الحكم من القاضي المختص بنظر القضية الآتي: أولا، حبس القاتل أحمد علي حزام الرضمي 15 سنة يسقط ثلث المدة المذكورة مقابل العقائر والوجيه الحاضرة من مشايخ وقبائل اليمن عامة ودهم خاصة. ثانيا، التنازل عن الإصابات التي في القاتل أحمد علي حزام الرضمي والحكم من القاضي المختص ببراءة عبد الرحمن ناجي علي الميو وجلال عبده جابر الميو، وكف الخطاب عنهم ورفع البلاغ المقيد ضدهم. ثالثا، تشريف الحكم من القاتل والنيابة للحكم الذي سيصدره القاضي الابتدائي وعدم استئنافه. هذا ما حكمنا به، والله خير الحاكمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، بموجب وثيقة التحكيم المطلق لنا والمحررة بتاريخ 13 جماد الآخر 1446 الموافق 14/12/2024، وإلى وجيه الضمناء تنفيذه. صادر من المحكم عبده جابر علي الميو بحضور الشهود والله خير الشاهدين. حضر وشهد الشيخ فيصل أحمد قايد حيدر محافظة الجوف، وحضر وشهد وضمن الشيخ حنين محمد قطينة محافظة المحويت، حرر بتاريخ 14 من جماد آخر 1400 الموافق أعضاء مجلس الشورى بالمحافظة وجميع الأخوة والأصحاب من الحزم خاصة والجوف عامة. كتب خطه أحمد علي ضمان. لو قعدنا نتحمل شوفوا لا حد يرجع علينا من القبيله ولا نعرف عايزين مراجعه قدر الله خيركم لو ما جبت حق الله. اذا الحين احنا الحاضرين من اخوانكم وربعكم طالبين اللي حدها باقي في ذا الحكم طالبين وحدها حقنا يا ربعكم اخذ اسمعوا صلوا على النبي اسمعوا. أنا لو قعدنا نتشارع أنا وياهم في المحكمة اتشارعنا 12 سنة 13 سنة لين يخرج الحكم، ويعلم الله وش يخرج. أنا ما جوا عندي حرام ما حفينا برجال احنا نبقى هكذا حرام حرام وكلام يسترجع الوقت. خلاص يا محسن ميو ها عليا بس خلاص اقطع. عاد حرجول أحمد الآن سيتجهون إلى تشريف الحكم إن شاء الله.